بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وطبعا زي ما انتوا شايفين ده اول فيديو لينا في مصر. فيديو جميل جدا جدا، السمك البوري المشوي في الفرن بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. طبعا احنا لسه نازلين من السعودية، واول حاجة طلبت اكلها هي السمك المشوي، كنت مشتاقله جدا جدا. يلا نشوف الطريقة معانا، بسيطة جدا جدا، يلا نشوفها مع بعض. عندي هنا السمك البوري بالشكل الجميل ده، ما شاء الله جميل وصابح وحلو، غسلناه كويس جدا. شايفين شكل السمك عامل ازاي؟ هنعمل بقى مع السمك سلطة ورز ابيض وشوية حاجات كده جميلة. يلا نشوفها مع بعض هنعمل الرز ازاي. عندنا هنا الرز غسلناه كويس جدا، وعملنا ايه، حطينا عليه شوية من المية اللي هي الكمية بتاعة الرز، وحطينا عليه 3 معالق زيت ومعلقة سمنة بلدي جميلة، وحطينا شوية الملح، وخلاص كده الرز بتاعنا هنسيبه على النار لما يستوي. تمام. عندي بقى السلطة الجميلة بتاعتنا الخضرة الحلوة دي، عندي خيار وطماطم وعندي فلفل اخضر. تمام. وعندي هنا كزبرة خضراء وشبت. هعمل بقى السلطة الجميلة بتاعتي دي عشان ناكلها مع السمك المشوي الجميل. طبعا كلنا عارفين طريقة السلطة، بس انا قلت برضه اعملها معاكم. قطعنا الطماطم وهنقطع الخيار شرايح بالشكل ده كده. تمام. وخلاص كده احنا هنقطع بقى الفلفل والخضرة. وعشان ما اطولش عليكم الفيديو، خلاص بقت معانا السلطة بالشكل الجميل ده. طبعا ما ينفعش سمك من غير سلطة يا جماعة، لازم السلطة مع السمك لازم بتكون جميلة جدا جدا طبعا. عندي بقى الرز، نبص على الرز نشوفه. خلاص الرز عندنا بقى ايه، شرب المية بالشكل ده كده، خدته تقليبة بس كده بسيطة، وهسيبه بقى على النار متوسطة خالص، يعني نار هادية خالص يعني. وهسيبه براحته خالص، ويلا بينا بقى نروح عند الفرن نشوي السمك مع بعض. قلت لازم اشويلكوا انا السمك عشان اوريكوا السمك بنشويه ازاي. تمام. عندي الفرن هنا ولعته خالص عشان يسخن معايا خالص، لازم يكون الفرن سخن. تمام. عندي بقى السمك معايا، حطيت عليه ردة خلاص بالشكل ده كده. هو خلاص السمك مفيش غير ان احنا بنسخن الفرن جامد، ده اهم حاجة يا جماعة. وبنحط عليه شوية من الردة. تمام. خلاص كده بقلبه في الردة وبحطه في الفرن. الناس اللي خايفة السمك يلزق منها في الفرن، ممكن يعني السمك في متلج ولا حاجة، كان محطوط في التلاجة بقاله فترة ولا حاجة وخايفة، ده السمك ده لسه صابح، فانا مش هحط ايه ملح في الفرن. ممكن ترش شوية ملح على في الفرن كده قبل ما تحط السمك. تمام. لكن ده لسه صابح معايا، فانا مش هحط ايه ملح ولا حاجة، ان شاء الله مش هيلزق معايا في الفرن. وطبعا اهم حاجة برضو الفرن يكون حامي جدا، فالسمك ان شاء الله هيطلع جميل. تمام. خلاص كده انا رصيت السمك بتاعي كله بالشكل ده. هسيبه بقى لما ايه يستوي خالص من تحت، وابدا اقلبه الجنب التاني. طبعا انا وطيت النار زي ما انتم شايفين، انا كنت معليه النار في الاول خالص من فوق. وطيتها خالص عشان السمك ما يتحرقش معايا من فوق ويبقى ناشف ما بيكونش حلو. تمام. بنوطي النار خالص من فوق، واهم حاجه النار عندنا تكون من تحت. انا بس مديه النور البسيط ده عشان اشوف السمك في الفرن. تمام. هبدأ بقى ايه السمك اول ما ياخد لون من تحت، هبدأ اقلبه الجنب التاني بالشكل ده كده. شايفين شكل السمك جميل ازاي؟ ما شاء الله. بصراحة احنا بنعشق السمك بجد، بنحبه اكتر حاجة هي بنحبها هي السمك. اول ما جيت قلت انا عايزة اكل سمك مشوي، لان هناك انا عملت معاكم السمك في الفرن كتير، وعملت معاكم برضو مشوي على الشواية، لكن ما عملتوش مشوي في الفرن بالردة. ده حاجة طعم تاني بجد. خلاص كده زي ما احنا شايفين، بشوف السمك كله واحدة واحدة كده. اللي بلاقيها استوت من تحت ببدأ اقلبها الجنب التاني، واللي بلاقيها لسه شوية بسيبها زي ما هي. تمام. ما بحركهاش عشان ما تلزقش مني ولا تبوظ مني ولا حاجة، بسيبها زي ما هي، لما تستوي خالص هي تتقلب معايا. تمام.
خلاص كده عندي السمك كله خد لون من الجنب من الجنب التاني، قلبته كده بالشكل ده. تمام. وخلاص طبعا السمك يا جماعه ما بياخدش وقت وما بياخدش اي حاجه، وشويه سهل جدا، وزي ما انتم شايفين ما خدش معانا اي وقت، وحاجه نظيفه وفي البيت وبتطلع جميله جدا جدا بصراحه. شوي البيت حاجه مختلفه، لا بنطلعه بقى ما بيجي لنا من بره ممكن يكون ناشف محروق شويه كده كده، لا احنا حاجتنا في البيت بنعرف نتحكم فيها، نطلعها مستويه وما تكونش ايه ناشفه مننا ولا حاجه. شايفين السمك جميل ازاي ما شاء الله. خلاص كده احنا كده ايه السمك كله عندنا ما شاء الله استوى. شايفين الشكل. كده انا خلاص طلعت السمك بتاعي كله من الفرن. يلا بينا بقى نشوف هنملح السمك الجميل بتاعنا ازاي. عندي هنا الصينية بتاعتي فيها نص كوباية من المية، ومعايا هنا توم مفروم مع فلفل مفروم مع كمون وملح. تمام. يعني التوم بندقه او بنفرمه عادي مع فلفل حراق او فلفل بارد حسب اختياركم. تمام. وكمون وممكن بهارات سمك وشوية من الملح. وعندي هنا ليمونة عصرتها بالشكل ده، ليمونة كاملة. وعندي طماطمايه مقطعاها كده قطع صغيرة، ومعلقة من الخل، ومعلقة كبيرة برضو من الزيت. وهقلبهم كلك مع بعض. تمام. وبدوق الحدق بتاعي بلاقيه مظبوط، خلاص مش مظبوط بزود شوية. تمام. وببدأ احط السمك بتاعي بالشكل ده كده، وارش عليه من التتبيلة الجميلة دي. شايفين بالشكل الجميل ده. التتبيلة دي جميلة يا جماعة، وبتخلي السمك طري وبيشرب منها كده وبيكون طعمه تحفة. جربوه بنفس الطريقة وان شاء الله هيعجبكم. خلاص كده عندي السمك بتاعي ملحته جميل ما شاء الله، خلصته عندي بالشكل الجميل ده. شايفين الشكل حاجة كده تحفة. وخلاص بقى كده قدمنا السمك بتاعنا مع الرز اللي احنا سويناه مع بعض مع السلطة. وشايفين الجزر ده بقى حاجة تانية خالص. ان شاء الله هعمل لكم فيديو للجزر ده لوحده ان شاء الله، جميل جدا جدا. ده جزر يا جماعة معمول في المش بتاع الجبنة القديمة، محطوط فيه الجزر ده. حاجة كده خرافة، طعمه تحفة. ان شاء الله هعمل لكم فيديو عليه عشان هو عجبني بجد بجد يعني. وان شاء الله هعمله لكم وتجربوه يعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكم مني كل